أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى وعلى آله وصحابته أهل الوفاء. أيها الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتحدث إن شاء الله جل وعلا عن بعض الحكم من ذكر الإسراء والمعراج، إذ أسري برسولنا صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم، في شهر رجب الله الأصغر، من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. فكانت حكمة المولى تبارك وتعالى بأن يطلع مولانا جل جلاله على بعض آياته الكونية لرسوله صلى الله عليه وسلم، وليبين لنا أيضا بعض الأمور وبعض الرؤى وبعض المشاهد التي يهدف المولى تبارك وتعالى لرسوله برؤيتها إلى إصلاح المجتمع الإسلامي من هذه المعاملات ومن هذه الآفات، كي تعمنا البركة والرحمة من المولى تبارك وتعالى. النهارده أيها المؤمنون السبي إن شاء الله عز وجل أخبار الحكم بحادثة الإسراء، معجزة الإسراء والمعراج بالنسبة لسيد الخلق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما أن نعلم الحكمة الأولى سيد يرفض رب سبحانه عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أريه بن السبعة أريه نوان الحكمة الصلاة وكذلك فرض ربي عز وجل فلنا هذه الصلاة التي هي معراج المؤمنين. يرفض ربي سبحانه عز وجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس في المسجد الأقصى على ما فوق سدرة المنتهى. الحكمة وكذلك
الذي فرض ربي في الناس هذه الصلاة، هذه الفريضة. جميع الفرائض توافر مرتد ديال القاعة النبي عليه السلام. أما فريضة الصيام، أما فريضة الزكاة، أما فريضة الحج، أما فريضة الجهاد التي يسمع من جبريل عن طريق الوحي الذي فرض النبي عليه السلام في الأمة فريضة من الفرائض. ولكن فريضة الصلاة إمير يعظم ربي عز وجل الشادس يسير الله جل جلاله الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام أمينه السبعة يفرض في الله هذه الصلاة، يفرض في الله تصاديف يوقنا ببيان تصاديف مقر الشادس ربي سبحانه عز وجل زين الحاجة تسبروز سيسو حسب الإنسان يوم القيامة أمام الله عز وجل هذه الصلاة تصلي ثانية ما الصلاح الأعمال والكمال الذي يتجاوز في ذلك المولى عز وجل. ما يضيع الإنسان هذه الصلاة الأمور اليومية يسال الدسان سواء السلام أفنادا أثناء الحساب. لأن يرشح النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ عليها، من حافظ على هذه الصلاة أداها في وقتها، أداها بفرائضها وسننها، أداها خاشعا حاضر القلب، كانت له نور وبرهان يوم القيامة. إذن قال النبي عليه السلام العبد أن يحافظ الصلاة الأركان ينس، الفرائض ينس، الأداء، الحضور، خشوع القلب، أدى الصلاة ثميز النور في الله يوم القيامة. حنا نعرفوا بأن النبي عليه السلام إخباري إن كل حاجة من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أي باب شاء، فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة، وإن كان من باب الصوم نودي من باب الريان، وإن كان من باب الزكاة نودي من باب الزكاة والصدقة. لنعلم وشرح النبي عليه السلام إذا ذكر الأعذارين إفطار فريضتين بأداة على الوفاء والتمام استفتح ربي ثمرة الجنة ثمرة الجنة صدق يا فلان روح عديت السياق. ما إذا الإنسان يتحفظ في الصلاة أدى الصلاة الثانية الثانية روح يا فلان تدرب المحافظين على الصلاة يشمل الجنة من باب الصلاة. ما قضية التسكين أكيد السيور في سنة باب الزكاة، ما قضية يسمع الوالدين أكيد السيور تبخ الوالدين هذا تشمل الجنة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا سأل يا ترى ينادى الإنسان المؤمن من جميع الأبواب؟ قال نعم، قال بلى. نسأل النبي عليه السلام هذا يقول إذا المؤمن أستسلم ربي قد يشمل الجنة بجميع الأبواب، بمعنى في طريق الجنة أتسنى رد في العبد المؤمن أساليك ورس ليس النبي عليه السلام نعم. العبد يحافظ الصلاة، يأدى الزكاة، يتصوم في سبيل الله، يأدى الفريضة والحج، يروح على الوالدين ناس يسوي كل ثبوت أسيد السواد أستلم عبدنا الجنة السيادية. إذن هذه الصلاة تعيد من حافظ عليها وإذا يحفظ في الناس هذا سير القيامة أسيد غرض النور، أسيد غرض البرهان، أسيد غرض الحجاب المستور، أسيد غرض طريق معبد الذي يزرع الصراط وغلال جهنم. ومن ضيع
فرعون العباية جرد الصديق يتجبر ذكي القاعة يتصيح الصديق يسخط يسعى المنصب أخط يسعى موارد هذا الجسد ونغير الشر بعز وجل أكد فرعون يدعى الربوبية بمسقى أنا ربكم الأعلى. الإنسان الثاني اللي تلقاه سلهات تونس في المال في الوزارة سلهات الأشغال الحياة الدنيا في الطاعة تيجي يحشر يوم القيامة ربي عز وجل قارون ومنا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. وإن جاء تصالي تفجر التجارة أفجر المال أفجر الجمع حطام من الدنيا تيجي يحشر ربي يوم القيامة أكل قارون. ومن بعد العبد لا يمكن أيها الإخوة الكرام تصلي استهزاء تصلي سخرية. العبد لا يستهزئ بالسنة من النبي عليه السلام. العبد لا يستهزئ بالفريضة اللي فرض ربي عز وجل. كاين العبد اللي يتزكر ويصوم بردان العبد اللي يتجا السنة قصدي ويمتثل السنة النبي عليه السلام تستهزئ بالناس خاشعة وينا زيد عشر يوم القيامة ربي عز وجل أكل أبي ابن أبي خلف. هكذا فلنحافظ أيها الإخوة الكرام على هذه الصلاة. اللي عرف الإنسان في الصلاة على الأقل يصلي وقتين في الجمع الصبح والعشاء الصبح والمغرب والعشاء الظهر والعصر ولا راك خدام ولا راك في الفلاحة تاعك ولا راك في الفلاحة تاعك حبس الفلاحة تاعك وصلي ولا راك في التجارة تاعك حبس الطوموبيل تاعك وصلي. الحمد لله الآن الأمور متيسرة تمشي للطرود تلقاي موبايل صوص فيها وصلنا فيها كل شيء. صلي الصلاة تاعك. راك في التاجر راك في الخدمة صلي الخدمة تاعك. علاش ربي الكريم تقبل الدعاء تاع الناس الأتقياء؟ يكون واحد فلاح يحرص يشوفها 12 ونص يشوفها كذا السماء يوقف الفراد نتاعو يروح يتوضا ولا يكمل يصلي الصلاه نتاعو. زيد استهلاليه اللي كارثو فلاح ملي يبوظ الزوال للوحده غير 20 الوحده غير 4 اللي خزر كان يهنيهم اللي يسحب ستاينوها استعفون. من بعد ذلك واش يصرى؟ هو يروح يصلي يا جماعه. هذا هو الصلاة. آخر وصايا النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وما ملكت أيمانكم. من بعد النبي صلى الله عليه وسلم كي كان تحت فوق سدرة المنتهى تحت عرش الرحمن إلى غير ذلك رأى النبي عليه السلام أثناء عودته كي ولا النبي صلى الله عليه وسلم رأى بعض المناظر وقت ما يسمح ليش نذكرها ان شاء الله نذكرها الاسابيع الجايه. النبي عليه السلام حينما كان يصعد من سماء الى سماء كان يفوت سيدنا رسول الله على الانبياء على سيدنا ابراهيم على سيدنا ادم على سيدنا ادريس على سيدنا موسى عليه السلام من سماء الى سماء. جاوز النبي عليه السلام منطقة اختلال الوزن وانعدام التوازن. أسمعه النبي عليه السلام السماوات العلى أثناء عودته اطلعه المولى عز وجل على بعض آيات كونه. الصورة الأولى يراها النبي عليه السلام شاف قوم يا جماعة شاف قوم رأى النبي عليه السلام قوم عندهم بطون كالحيات يمينون يمينا وشمالا. فسأل الأمين جبريل عن هذا السر فقال هؤلاء هم أكلة الربا. ولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول القوم سعان البطون نسأل أكرمكم الله أشتد سي يمينون يمينا
وشمالا. إنس النبي صلى الله عليه وسلم أشد القوم يا جبريل أقول ويدير إنس ندير قال يستثنى الربا. حنا بكري في لا سوسيتي تاعنا كي تذكر الربا غادي يقولوا لها القبيله الربا كاين فلان يربي. هذاك الانسان ما عندوش مكانه في المجتمع، الناس تهرب عليه. بعدوا عن الربا ايها الاخوه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم الربا اشد عند الله جل وعلا من 36 زانيه واعظمها ان ياتي الرجل امه. النبي صلى الله عليه وسلم يقارن أشغل درهم الربا الإثم ينصر ربي عز وجل أكثر مما يتعدينا في العرض 36 مرة، وكل تعدية أمثل العدد يتعديها في العرض في الناس يدينون. هذا هو الربا يا جماعة. الربا الشناعة تاع الربا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ربي أعلن الحرب عن الربا، عن المرابين، عن المعاملات الربوية. واش قال؟ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية التي بها أختم أيها الإخوة الكرام، رأى النبي عليه السلام قوم أقوام داخل إناء على شكل زجاجة، والشاب من تحت التنور يعني واحد الفرن والشاعل. هؤلاء القوم اسمع الوعيد نتاعهم والصراخ نتاعهم، كل ما يجيو يلحقوا يخرجوا يعيطوا يمديو للقاع تاع البير هذاك. سقسى النبي عليه السلام من هؤلاء يا رسول الله؟ قال هؤلاء هم الذين يأتون الفواحش، هم الذين يتركون الحلال ويأتون الحرام. يقول النبي عليه السلام يوم القوم يسأل واحد إنسان مع يوم إنسان يخزر النبي عليه السلام يولد يوم القوم سيرين ديوث الحاجة نسوة ذو ساعة، ولكن الساعة الباب في الساعة مفقرات. العبادة نسوة ذو السنين تمس كل ما تعقير وما تصراخا سنواعي إنسان كل ما أروح أدفع نصبر لا هذا غالب. الناس تقول يسأموا يا رسول الله، الناس تقول لي شجال الحلال تبع الحرام، لذلك شجال العفة الزين تبع يعظم الله، الشماتة لذلك شجال الستر والحجاب والعفاف والطهارة تبع الحرام والسفور والتبرج ونشر الفساد. هذه الصورة يا جماعة النبي عليه السلام شافها حذرنا منها، تهدف إلى ماذا؟ تهدف إلى إصلاح المجتمع الإسلامي المسلم من هذه الآفات التي نعيشها ونراها وتحاصرنا من كل ناحية في أرصفتنا، في أسواقنا، في معاملاتنا، في ميادين أعمالنا، تحاصرنا من كل جهة. بسبب ماذا؟ بسبب العولمة والانفتاح على العالم الغربي. هذه الأمور وزيادة نسعيشين تبادلنا خرمنا في أماكن عملنا في حدائقنا غير الشيء اللي الله سبحانه عز وجل اللي رانا نشوفوه. نحن رانا غدوة اليوم أول شعبان، رانا في مدرسة شعبان، نحن مقبلون على شهر الصيام، لا بد أن نصحح أخطاءنا ونعود إلى مولانا، إنه نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. كاين واحد يسأل عن المريض يما في المستشفى وكاين ناس عندهم مرضى دعوهم إن شاء الله بالشفاء. اللهم اجعل مرضاهم طهورا إن شاء الله. اللهم ارفع عليهم هذا البلاء، اللهم ادفع عليهم هذا البلاء يا رب العالمين يا عزيز يا رحيم. اللهم إنا نسألك باسمائك الحسنى
الحسنى وصفاتك العليا أن تجعل مرضه طهورا إن شاء الله فتشفيهم وتعافيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.